هنعمل بقى النهارده صينيه كنافه بالقشطه، انما ايه حكايه. لو عايزه تعملي كنافه زي اللي بتشتريها من المحلات بلون ذهبي وقوام كريمه مظبوط وسكر مظبوط، تابعيني لغايه اخر الفيديو عشان تعملي صينيه كنافه على مزاجك. بس قبل ما نبتدي الوصفه، لو اول مره تشوفوني وتتابعوني، انا اسمي بسنت. هستناكم تشتركوا في القناه وتعملوا متابعه على صفحتي على الفيسبوك. ولو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لايك وشير. ويلا بينا نشوف الكنافه الحلوه دي اتعملت ازاي. اول حاجه هنبتدي نجهزها وهي الشربات. هنحط كوبايه ونص من السكر، عليها كوبايه ونص من الميه، عصره ليمونه، ونسيب الشربات يغلي لمده 5 دقايق. انا بحب شربات الكنافه يكون وسط، ما يبقاش لا تقيل قوي ولا خفيف قوي. هنجهز بقى الكريمه بتاعتنا. هنحط كوبايتين من اللبن، هنحط عليهم معلقتين من النشا، معلقتين من السكر البودر، ونقلب كل المكونات دي الاول على البارد، وبعدين نسيبها تغلي كده. وبعد ما تغلي على النار ننزل بعلبه من القشطه البوك او نص علبه كفايه قوي، ونقلبها ونطفي عليها ونركنها على الجنب. هنبتدي بقى نجهز الكنافه بتاعتنا. معانا 400 جرام من الكنافه، هنحط عليهم معلقتين من السكر البودر، ونحط عليهم اقل كده من نص كوبايه سمنه دايبه بمعلقتين، يعني نص كوبايه الا معلقتين. هنقلبهم كويس جدا مع بعض، ونبتدي بقى نجهز الصينيه اللي هنعمل فيها الكنافه. هنجيب صينيه مقاس 28 او مقاس 30. مقاس 28 مناسب للكميه اللي احنا قلناها، وهندهنها سمنه كويس جدا جدا علشان لون الكنافه يبقى ذهبي وحلو. هنبتدي بقى ننزل بنص كميه الكنافه، او يعني اكتر من النص كده بشويه، ونبتدي يعني نضغط الكنافه بتاعتنا كويس جدا جدا. وبعدين ننزل بالقشطه اللي احنا عملناها بعد ما تكون بردت علشان ما تسحش مننا كده جوه الكنافه. وبعدين ننزل ببقيه الكنافه كده فوق الوش، ونوزعها كويس جدا، ونبتدي بقى نطبطب عليها كده فوق الوش علشان الكنافه بتاعتنا تتساوي. اهم حاجه ان احنا الكريمه ما تجيش على الجوانب عشان ما تطلعش من الكنافه. هنحط بقى الكنافه بتاعتنا على شبكه البوتاجاز كده، يعني ما تبقاش فوق الصاج على طول عشان ما تتحرقش مننا. ونفضل نتابعها لغايه ما الجوانب بتاعه الكنافه تحمر. بعدين يعني يبقى لونها ذهبي كده وجميل، نقلبها على صينيه تانية علشان هي لازم تستوي من الجنبين. نسوي الجنب التاني من الكنافه وبعدين نطلعها من الفرن وهي سخنه. بننزل عليها بشربات بدرجه حراره الغرفه. وعايزه اقول لكم ان لو احنا حابين الكنافه طريه قوي قوي، بننزل عليها بشربات سخن. لو حابين الكنافه قوامها مظبوط كده ومتوسط زي اللي بناكلها بره، بننزل عليها بشربات بدرجه حراره الغرفه. لو حابين الكنافه مقرمشه جدا جدا، بننزل عليها بشربات تقيل من التلاجة. بس انا بصراحه بحب الشربات متوسط، زي ما انا قلت لكم قوامه متوسط، مش تقيل قوي ولا خفيف قوي، وفي نفس الوقت يكون ده بدرجه حراره الغرفه. بيطلع قوام الكنافه انسب قوام كنافه زي اللي بنشتريه من بره بالظبط. وبجد اللي ما بيظبطش معاه الكنافه خالص، الطريقه دي هتظبط معاه جدا جدا، وهتعملي احلى صينيه كنافه في البيت، احلى من اللي تشتريها من بره. وانصحك انك تاكليها لسه سخنه وهي طالعه من الفرن، بتبقى احلى كتير جدا. اتمنى ان الفيديو يعجبكم، ولو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لايك وشير. واللي لسه ما اشتركش في القناه يدخل يشترك حالا ويعمل لي متابعه على صفحتي على الفيسبوك. قابلكم الفيديو الجاي بوصفه جديده ان شاء الله.